قال سبحان الله كيف العشرة، سبحان الله كيف العشرة بتهون بين الناس والخبرة. اللي بيقول بيحبك الظاهر ما حبك مرة، أصلا لو حبك من داخل ما كان يرضى لك بالباطل، ما كان يرضى أنك تتعب ويفكك في أطرف نثره. يوم جيتوا يا أصحابي ما عاد رديتوني نادي، تغيبوا في الضيقة والجو، ألقاكم مجلس متغابي، ألقاكم مسكت وأدعم وابصركم واضحك وأسلم من باب العشرة وأنا باب الطب هو بابي. قلت لكم في نفسي أسابق، قلتونا هي الله سابق، بعدها سافرتوا من دوني ما قدرتوش كسر الخاطر. واللي بزاك ما بيعزك، ما لو بيعزك ما بزك. بس كانوا عيخلك عندي ما جاش لك وانت الخاسر، هيجي لك يوم جلس ذاك انك فلت احلى شاعر، بس وقعت انك تفعلها ما يفعلهاش حتى الكافر. لن بس قول لي شاجي لك وتعشمني وراعي لك وتفرحني وجلس راعي، بعدها تفرق بي يا فاتر. اجي لك يوم وقع ساعي وتجرب وتذوق وجاعي، وتقول ليت اني صدقتك لكن عقلك مش واعي. احيانا في الاوقات الصعبه ما القاش احد واقف جنبي، واشوف الشخص اللي هو انا واحبه من داخل قلبي، واتجاهل ضيقي واحاول واخاف اطلع واحد فاشل واقول يا قلبي بتفرج واللي بيفرجها ربي. ما جاء من ربي حيابه مالي والناس العيابه، واللي عادوا جاي يحسدني وانا ما نزداري ما به. كنت اوجه في الدنيا واوفي والبي في غب ظروفي، بعدها واطلع عني عايب وانا اللي فقوه اصحابه، وانا اللي فقوه اصحابه. حتى الشخص اللي حبيته فلتني وانا عزيته، قد كان واصل يجلس عندي بعدها فجاه ما ادريت، من دون سبب فلت يدي وجلست مراعي له يبدي، خلاني من هجر غاثي وانا عمري ما غطيت، وانا عمري ما غطيته.